قصر الأحلام، البيت اللي هيسكن فيه كريستيانو رونالدو في السعودية في الرياض. بيقول خلاص أطلق عليه في صحيفة الديلي ميل الإنجليزية أنه قصر الأحلام. ده القصر زي ما احنا شفناه، وده القصر من بره. على فكرة في جاري تجهيزات بسيطة. هو موجود في منطقة غالية جدا وحديثة جدا في السعودية، اللي هي حي المحمدية. وده حي راقي جدا ومعمول على طراز حديث مودرن، وفي كل الخدمات التكنولوجية اللي ممكن تتخيلها. القصر فيه 8 غرف نوم زي ما احنا شايفين. احد الغرف اللي اعلنوا عنها حاجات 8 غرف بعبارة عن 8 اجنحة. 8 اجنحة للنوم بطرازات مختلفة. يعني هم اختارت جورجينا، اختارت طرازات، عرضت عليها طرازات مختلفة. اللي موجود في هذا المنزل في 3 صالات ألعاب جيم. 3 صالات ألعاب جيم على أحدث التقنيات الحديثة. موجود في 3 صالات طعام بطراز مختلف، يعني كذا طراز. 3 مطاعم. 3 مطاعم. في شلال صغير كده موجود في حديقة أحد الحدائق، لأنه في كذا حديقة. في ملعب حمام سباحة أولمبي بمواصفات خاصة. من ضمن الحاجات اللي موجودة في ملعب لكرة القدم، وفي ملعب للباسكت لكرة السلة. الملعبين موجودين. وفي متجر صغير كده، ماركت صغير، سوبر ماركت في إحدى الحدائق الملحقة بمدخل المنزل. القصر أثار انتباه جورجينا وكريستيانو رونالدو، والفخامة الاستقبال أساسا هم منبهرين بفخامة الاستقبال وما تم معهم في السعودية. طبعا المبلغ الخيالي يقال ان البيت لوحده بخمسة ب 12 جنيه مليون استرليني. 12 مليون استرليني ادي قيمة التعاقد. ده غير المكافآت على فكرة، دي كانت واضحة قدامكم. طبعا كريستيانو لما جاي معاه 701 هدف و949 مباراة، صنع 223 اسيست، واخد لقب الهداف 19 مره. دي انجازاته قبل ما يجي النصر. طبعا احنا بنبص دلوقتي شايفين الاستقبال الاسطوري اللي اتعمل لكريستيانو ورونالدو واسرته في ملعب مرسول في الرياض في المملكه العربيه السعوديه. الحدث ده نقلته كل وكالات الانباء العالميه، سواء الرياضيه المتخصصه او الاخباريه على مستوى العالم. وكل تعليقات الصحف العالميه صباح اليوم صدرت بعناوين ان علي بابا فتحت له خزائن العرب. كله بيقول ان كريستيانو رونالدو ورفيقته صديقته جورجينيا فتحت لهم خزائن الدول العربية. وده يعني بصوا حتى الاستقبال. نيجي بقى لجورجينا عشان برضو الناس كلها علقت في الصحف العالمية. واخدين بالكم من ملابس جورجينا؟ طبعا اللي عارف جورجينا طبعا كلكم متابعين نشاطاتها. ان هي فتاة اعلانات اساسا، ودايما يعني ملابسها. لا بص بقى غيرت ازاي بتعيش الحدث. دي بقى سند لرونالدو. عرفتوا سر نجاح رونالدو هو البنت دي. البنت دي بتعرف توفر له جو. شوف، ولا بقى عملت لبسة اللبس في المكان اللي انت توديها فيه، هي بتعرف تتأقلم. ذكية، منتهى الذكاء هذه الفتاة. ارتدت لبس عباية عربية، احتشام كامل. حتى ملابسها الناس كلها بتعلم تقول هل هنشاهد جورجينا بعد كده بقى بحجاب وبحاجات اكتر من كده. والله هي البنت دي واضح انها هي هتعرف تتعامل مع الظروف المتواجد فيها زوجها او صديقها كريستيانو رونالدو. لان هي دايما بتعرف تغير الطور والنمط الحياة التي تعيش به. ودي كانت محل انبهار من السعوديين بمجرد اول 48 ساعه لجورجينيا. حتى في احاديث هناك وخلوها نطقت بالعربيه. حتى ملابسها مش بعيد قوي، هي بتعرف. يعني بصوا كانت مره في زياره في المغرب دي على فكره. فهي بتعرف ترتدي ملابسها ازاي. في حاله انبهار كبيره جدا من كريستيانو وجورجينا واولادهم. حاله انبهار مما يلاقوه في السعوديه ومن الخزائن الدولارات التي فتحت لهم. يقال ان تكلفه الاستقبال والحفل الاسطوري ويعني تكلفه رهيبه جدا وباهظه. يقال حتى ان الطياره اللي جابت كريستيانو رونالدو الى الاراضي السعوديه، يقال انها هديه من احد مشايخ السعوديه. المهم،
نرجع تاني للبيت. البيت بيأمنه، يقال ان اللي بيتأمنه 3 شركات امن. يعني واضح ان احنا هنشوف حاجات كتير جدا في الايام اللي جايه خياليه. شكرا والى اللقاء.